لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شوف تطور جينو اكتر بكتير، ويطلع مستواه 26 ويدخل قلعه الشيطان، وكان هيموت هناك حرفيا ولكن يقدر يخرج منها، وقرر يدخل في مغاره من رتبه بي مع فرقته القديمه ورفقه مجموعه من المجرمين، وكمان معاهم مراقب الجمعيه كانج تايشيك. يا ترى ايه اللي هيحصل لهم؟ وكمان كانج تايشيك عاوز يعمل ايه؟ باين عليه ان هو على حاجه. وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بتشوف المجموعه دخلت المغاره ويبداوا يطيروا في العفاريت، وبيكون جينو قتل مجموعه منهم ولا مفترق طرق، وياخد تايشيك الطريق الايمن برفقه المجرمين، وياخد جينو وجوهي سون الطريق الايسر بسبب قدرته على الادراك، والمكان الذي يتواجد فيها الزعيم. ياخد الباقيين الطريق الاوسط ويدخلوا، ولكن بيبص جينو على تايشيك منها في حاجه هتحصل، ويدخلوا ويقتلوا مجموعه من العفاريت. طالما معانا اضعف صياد في العالم يبقى المغاره دي هتبقى سهله جدا. احنا قلنا كده المره اللي فاتت ومتنا كلنا، وكان واحد بعد ما تخلص المغاره يحتسب لجينو. احنا في اليوم هربنا وسيبنا جينو ورانا، ده حتى احنا صيادين بالغين، بس هو مش هيسامحنا بسبب كده. انا اصلا خدت قراري، انا هعمل كده. انت برضه كنت بتفكر مش كده برضه؟ بنشوف المجرمين بيقتلوا العفاريت بطريقه بشعه، وبيقولوا تاشك طب هم لو كانوا بشر هتعملوا كده؟ يا عم البشر وحوش شبه بعض، ويتذكر كلامه مع واحد وهو بيقول له انا عاوزك تقتلي 3 مجرمين بسبب ان هم اغتصبوا بنته، وبعد كده شنقت نفسها بكتر العذاب ودخلت امها المستشفى، وهم هيخرجوا بعد كام سنه. قد ايه العالم ده ظالم جدا. وكمان سمعت ان هم هيشاركوا في المغاره عشان يخففوا حكمهم، عشان كده انا هعرض عليك 3 مليارات علشان تقتلهم. كده كده مفيش حد هيعرف حاجه، وبنتي مش هترجع تاني. قول لهم انتوا هجمتوا على 100 عفريت دفعه واحده، اشهدوا على روحكم بقى. ولكن يلاقوا تايشيك قتل المجرمين. وانت فجاه هتموت بسرعه؟ لا والله، ده انا هعذبكم قدر الامكان. ويشوفوا بيخلص على مجرم ويروح لهم، وبيكون جينو شاكك في تايشيك، وبيسمع حد بيصرخ ويجري بسرعه ناحيه الصوت، ويلاقي المجرمين ميتين بطريقه بشعه، ويلاقي صاحبه ميت، ويشوف كيم غرقان في دمه. بتعالجه جوهي يقول له انت ما ينفعش تستسلم دلوقتي، انت عندك عيله، انا ما ينفعش اكرهك لحد دلوقتي، ده انا اصلا مش هقدر اعيش. انا اسف، انا ما كنتش عاوز اعتذر لك بالطريقه ديت، لكن خلص اعتذاري يا جينو. ويفارق الحياه. ولا كانج بيهجم عليهم، ولكن جينو يمسك ايده، انت سريع، انا كنت عاوز اقتلها الاول، ده انا عامل سيناريو جامد جدا عشان مفيش حد يشك فيا. وهو المجرمين هجموا عليكم وقتلوكوا، وبعد ما قتلوكوا جم عليا عشان يقتلوني، بس انا قتلتهم. مش فكره حلوه برضو؟ ويطلع سون سيفه ويعزز جوهي قوته جسديه، ويهجموا على بعض، وبتكون تحركاته سريعه جدا ويقدر يقطعه، لكن بيكون كانج اسرع منه وبيهجم عليه، ولكن جوهي تعالجه وكان يهجم عليها، ولكن يهجم سون عليه. القتال بينه وبينك، ولكن كانج عليه بسرعه فائقه وتفضل تقطع فيه وتحاول جوهي تساعده، لكن قوتها خارت، وكان كانج خلاص هيقتله، لكن سون يستخدم سحره ويدمره. يا ابن اللذينه، يبقى انت كنت بتبارزني بسيف عشان تبعدني عن قوتك السحريه؟ ده انت بتحلم، ده انت خلاص هتموت. ولكن جينو ينقذه. انت مين يلا؟ انا سونج جين وو من الرتبه اي، انت صديت ضربتين مني، انت ممكن تكون مختال او مزود تصنيفك، بس انت ما كنتش هتسيب حد حي. يبقى انت خضعت لاستفاقته ثانيه، يبقى ده هو نفس الواد الضعيف من الوقت بس هو اتغير وهالته اتغيرت وكان قوته 10. يبقى هو استفاق بعد كل مش مهم، انا هقتلك. بس انت عملت كده ليه؟ السجناء دول قتلوا واحده وانا قتلتهم، مش قصدي كده، وقصدت تعذبهم. انا واحد من رتبه بي بس عن اقامت لي ضم ليهم، بس انا مش زيهم، انا واحد بحب استمتع بقتل البشر اكتر من الوحوش. ويهجم عليه، ولكن جينو يقطعه، لكن بيكون سريع جدا، ويهجموا على بعض وبتكون سرعتهم متساويه، ولكن يقدر تايشيك يجرحه ويقول له بطل تهزر، تعطشك للدماء، اول مره اكون ممتن للنظام، هو ده عبيط ولا ايه؟ ويستعد جينو ويهجم عليه بسرعه ويقدر يجرحه، ويبدا مفعول السم ويهجم عليه تاني، ولكن بيختفي فجاه، ده مستخدم مهاره الاختفاء، ويهجم عليه، ويفضل جينو يصد ضرباته. مفيش حد نجم بعد تفعيل هذه المهاره، ويهجم عليه ويجرح رجله، وكانت جوي هتساعده. اياكي تعملي حاجه، دوركم هيجي بعد الواد ده انت هتعمل ايه برجلك المجروحه ديت؟ مش تبطل السلسله بقى ويشفي رجله وينصدم ازاي مقاتل يستخدم السحر ده مش زي بقيه الصيادين ويختفي، ولكن جينو يقدر يصد ضربته من خلال مهاره تعطش الدماء، ويقدر يحدد موقعه ويطعنه بالخنجر. الواد ده خطر جدا، بيقول انت سالتني على سبب قتلي، عشان احنا صيادين معرضين للخطر، مهما عملت ايه هنبقى زي ما احنا، وانت زي بالظبط. بس انت مين؟ انت مستخدم السحر والقوه، انا نفسي اعرف حقيقتي، بس قول انا بزيد قوه بعد كل معركه، وكمان لك بقى متصل بالظلام وبقى اعبق بكتير. خلي بالك انت لو تبص كتير في الهويه اعرف انها بتراقبك. وتشكروا جوهي وسون، ويقرر يروح يقتل الزعيم لوحده، ويخرجوا ويجي واحد من قسم المراقبه ويقول لهم هو مين اللي قتل كانج، ويكون شاكك في جينو، وبيقول له سون انا قتلته، وبيقول له هو انت ازاي قتلته مع انك من رتبه سي، وبيقول له مساعده المعالج بس برضه انت ضعيف، عايزين نعمل شويه تقارير عن الحادثه، وبيكون من رتبه ايه، وبيكون الراجل سلم نفسه
نفسه واغلقت القضيه، وبتقول جوهي انت مش فاكر ده انت اديتني دوت عشان ناكل مع بعض على العشاء، بس انا عاوز اديهولك وانا قررت اعتزل، انا جبانه جدا والمفروض ادخل مغارات عاليه، بس انا دخلت الضعيفه وانا هرجع لدياري، انا عمري ما هنساك يا جينو. ويكون جينو راح للمراقب وبيقول له انت لازم تتوخى الحذر، لان بعد حادث مقتل فريق هوانج دون وصول وصلت لاخوه وهو صياد من رتبه اس، وباين كده هو بيستهدفك انت وجينهو، عشان كده انت لازم تمشي انت وعيلتك كده. بقى عندي سبب في زياده قوتي، مفيش حد للدرجه دلوقتي. وبيقابل جينهو ايه الناس ديت؟ ما هو واضح ده الفريق بتاعنا يملكون رخصه صيد، ولكن هم ما ينفعش يدخلوا لاسبابهم الخاصه، ناس مصابه وعيال سكرانه وناس ضعيفه، احسن من ما فيش. احنا محتاجين 8 علشان ندخل المغاره، وفي طفله صغيره وبتكون من رتبه ايه. اللي هيدخلوا المغاره جينو وجينهو، يقول لهم واحد انتوا الاثنين هتدخلوا المغاره واحنا هناخد 3 ملايين على كده. ليه الفلوس دي كلها؟ واللي هيسرب الموضوع دوت هيدفع 10 اضعاف المبلغ. وبيكون جينو معاه حجر التخفي وهو كسبه بعد مقتل تايشي وبياخد المهاره، وبيكون جينو لابس درع فخم، ويدخلوا المغاره وتمر ساعتين ويخرجوا منها ويكونوا قتلوا الزعيم، ويدخلوا المغاره الثانيه ويقضوا على الزعيم، ويدخلوا مغارات عده ومخاطرها بقت اصعب. وبيكون جينو بقى اقوى من الاول ويكتسب مهارات جديده، ويفكر يدخل قلعه الشيطان، ولكن مستواه لسه ضعيف، لازم ابقى اقوى. وتيجي رساله وهي وصول اللاعب المستوى المطلوب، مهمه تغيير الوظيفه، ده شعار غريب. وتوصل الاخبار ان نقابه النمر الابيض وهو بسبب المغارات، هناك اشخاص يدفعوا 150 مليون دولار للمغاره من رتبه سي، يعني كده بيدفعوا ضعف السعر. وما فرقه يو جينهو لشركه يو جين للانشاء، وكمان اسم سونج جينهو مكتوب في هذه المغاره. الله، هو مش ده الواد اللي نجا من حادثه المغاره المزدوجه؟ هناك امر غريب، ويخرجوا عشان يضموه معاهم، ويلاقوا الناس قاعدين كانها قاعده على الجنينه، وتوقفوا واحده وتقول لهم ممنوع الدخول، وبيعرفوا انهم دخلوا المغاره هما الاثنين. بيكون جينو ماشي بيقابل رئيس قسم الاداره لنقابه النمر الابيض، وبيقول له احنا عاوزين نتكلم شويه، وبيقول له انا عاوز تنضم للنقابه بتاعتنا وهندفع لك ضعف الثمن الذي تدفعه شركه يوجين ليك. وبيقول له مبنى نقابه النمر الابيض مقدم بكام؟ وبيقول له 50 مليار، يعني انت هتديني المبنى؟ وبيقول له انا ما فهمتش قصدك، وبيكون عاوز منه 30 مليار. بيقول له لو انت مش مصدقني انا معايا دليل، وانت قلت هتديني المبنى، هو مش انت قلت هتدفع ضعف الثمن؟ بس انا مش هقدر ادبر المبلغ زي دوت. ويرفض جينو عرضه، وانت عرفت امري منين؟ ويختفي ويجرحه في وشه، وانت كنت بتتحرى عني من امتى؟ وبتاسف له على كده، انا بس كنت عاوز اعرف سعر المغارات واشتريها منه، وعاوزين نضرب المستجدين. بيقول له كام واحد عارف بامري؟ وبيقول له انا وزميلي بس، وانا اوعدك ان مفيش حد هيعرف كده. انا عرفت انك سربت حاجه عني انت هتموت. وبيقولوا احنا هنعمل صفقه، وهي انا هبيع لك 3 بوابات من رتبه سي مقابل 900 مليون، يعني تمن البوابه الواحده ب 300 مليون، واللي هتقعد فتره مش هتلاقي بوابات خالص، يعني كده بيجبروا على الشراء. بيقولوا بس ارباح البوابه هي 200 مليون على الاقل، خفض سعرها لكده ونزل سعرها ل 600 مليون وتتم الصفقه، وعالج جرحه، وتاني يوم بتوصل الفلوس. وبيكونوا خدعوا لان تمن البوابه 70 مليون. يا ابن الصيع يا جينو، ده ضحك عليهم. وبيكون رايح لمهمه تغيير الوظيفه، ويوصل للمكان وبيقبل المهمه ويدخل، بانها هتبقى حماسيه جدا، وبيكون فيها قوانين وهي ممنوع استخدام الادويه، ويسمع صوت جاي عليه، وبيكون فارس بنفس مستواه وبيهجم عليه، لكن مش بيتاثر، وبيهجم عليه بقوه اكبر، ولكن درعه سميك جدا. انا واجهت وحوش زيك قبل كده، ويهجم عليه بايده لما يقطعه، ولكن يجي كتير منهم ويهجم عليهم جينو لما يخلص عليهم، لكن بيحس بحاجه ويقتل واحد متخفي ويهجم واحد تاني اللي بيكون من فئه الساحر، ويجي شويه منهم. هو ايه اللي بيحصل؟ ده بيعيد كل معارك القديمه، وكل واحد فيهم ليه نقطه ضعف. المهمه دي مزعجه جدا، وبتكون مهمه استطلاع جزيره جيجو جهزت، وبيكون جينو خلص عليهم، ويلبس شويه دروع بتكون شفافه ومش هتاثر على حركته. حان وقت دخول المرحله الثانيه، وبيلاقي باب كبير ويفتحه، يدخل ويلاقي حجره فيها عرش فارغ بيظهر فارس غريب لونه احمر، ومعاه سيف ضخم ده باين عليه الحارس، وبيكون باللون الاحمر قائد فرسان الاغريس القرمزي، وبيهجم عليه فجاه ويطيره بعيد، وبيهجم عليه تاني. ده مش مدي لجينو فرصه يصد الهجمات، ده سريع جدا، وبيهجم عليه جينو لكن بلا فائده، ويضربه ضربه قويه جدا كده مفيش فايده، وبيسيب السيف بتاعه ويسيب يغرس السيف بتاعه. ده بيتحلى بروح الفروسيه، وبيهجم عليه بلمح البصر ويلزقه في الارض، ويرفعه ويلزقه في الجدار، بيضربه العديد من الضربات القويه. ده بقى اسرع من الاول ويهرب منه بسرعه ويزود سرعته، وبيهجم عليه لكن بيدفع ضرباته، ولكن يقدر يضربه، لكن ده بيخليه يتعصب اكتر، ويهجم عليه بكل قوه وتزيد سرعته، ولكن يقدر يضربه، لكن ده بيخليه يتعصب اكتر. ده ايه القتال الحماسي دوت؟ ويمسكه ويمشيه في الجدار ويرميه بقوه، ويروح له ويجيب سيفه، وده خلاص نهايه
نهايتك يا جينو، لكن يسد ضربته انا لسه ما خسرتش، ويضربه في راسه ويفضل ماسكه ويلزقه في الجدار، ويرجع خنجره تاني ويضربه، ويفضل يضربه مرارا وتكرارا ويضربه بقوه. وكده خلاص انتصر جينو على إغريس ويكسب مهاره جديده وتسمى يد الحاكم، وياخد خوذة إغريس من رتبه اس، وياخد حجر الانتقال. ازاي دوت؟ هو المغاره لسه ما خلصتش، وتظهر بوابات ويقول له اصمد على قدر الامكان حظا موفقا، ويبدا العد. يعني هو كده يد الاعداد بلا نهايه. يا نهار ابيض! ويهجموا عليه ويفضل جينو يضربهم، ولكن ده عدد بلا نهايه. ويستخدم مهاره الاختفاء، واذا ساعه يفعل العين ويلغي مهاره الاختفاء، ويهجموا عليه ولكن جينو يضربهم، ولكن دول كتار جدا. ويفقد حجر الانتقال ويهجم عليهم كلهم، ويفضل يضرب فيهم لما ايده تتقطع. ويسمع اصوات ويقولون انت اضعف صياد في العالم، انت كل شويه بتتصاب وتروح المستشفى، انت لازم تقف، انت ليه بترهق نفسك، انت ليه بتترك نفسك للجحيم، المفروض ترضى بكده، انت شكلك اتغير بس ساعدني يا رتبه ايه، هو ده قدرك، قدرك تموت هنا، انت اضعف صياد في البشريه. هي دي نفس المره اللي فاتت. ويظهر اشعار ويقول له انت كملتش مهمتك، انت هتروح لمنطقه العقاب، انت محسوس يا جينو. وينتقل للعقاب وياخد ادويه، ولكن تظهر الوحوش ولكن كتيره جدا. دي فرصه كويسه ليا، ويهجم عليهم ويقتلهم بعد وقت طويل ويرتفع مستواه اكتر، ويجهز نفسه ويشتري سلاح ويسمى قاتل الفرسان، فعدد الدروع بنسبه 25%. ويقرر يستخدم مهاره إغريس وتسمى يد الحاكم، ويقدر يرفع الاشياء من غير ما يلمسها زي ما عمل إغريس مع السيف بتاعه. ويخلص الوقت ويرجع تاني ليهم، ويكون متحمس ويقدر اخيرا يأثر عليهم. يكون في صحراء ورا دول هم بيعملوا ايه؟ بيطلعوا ولاد الذين بيجيبوا الفرسان، ومهما جينو قتل الفرسان مش هيأثر عليهم. وبيهجم على الصحراء الاول ويقدر يقتله، وفعلا تنجح الخطه. وبيهجم على الباقي ويفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، لما يتبقى 3 يطلعوا فارس عملاق ويهجم عليه، لكن يقدر جينو يتفادى ضربته ويجري ناحيه الصحراء ويخلص عليهم. بس العملاق ما اختفاش، ولكن يقدر جينو يقتله. وكده خلص اخيرا من المغاره. هو هيكون مستحضر ارواح، يعني من الاخر هيبقى مستدعي جيش من الظلال، لكن هو قلقان من حاجه، هو لو اختارها ممكن قوته القتاليه تختفي وهيبقى ساحر. ولكن يفضل يفكر، لكن مفيش قانون يمنع المستخدم من القتال في الصفوف الاماميه، والقرارات دي كلها تبقى موجوده. انا موافق. تصل قوه غريبه وياخد جوائز ونقط كتيره جدا، ويطلع للمستوى التالي وهو ملك الظل. ويسمع صوت اقل من الجنود ويقول له اختار كلمه الاستخراج والظلال، وهي كلمه قيام. وطلع جنود كتير حتى من الصحراء، وممكن الجنود دول مستواهم يطلع. وكمان معلومه، وهي لو الجثه ميته بقالها كتير مش هتعرف تخرج ظلها، وتبقى محاولات فاشله. ويفكر ياخد ظل إغريس، وكمان هيبقى مكسب كبير جدا. ويضحي بعدد منهم ويحاول التجربه الاولى ولكن تفشل، وبيكون عنده محاولتين ويجرب التانيه وتفشل برضه. هو مش انت كنت متصل ملك يجي طول هذه السنوات يا إغريس؟ انا عاوزك تبقى معايا بدل ما تستنى على هذا العرش الخالي، يبقى حليفه واحد من جنودي. انت محارب وسيف شجاع، واستخدم سيفك في صالحي ويستخرج ظله، وفعلا ينجح هذه مرة وينحنوا امامه. وبنشوف فرقة شوي وصلت للجزيرة، ولكن بيكون النمل عنده جناحات. ترى اللي هيحصل بعد كده؟ وهل جينو هيزيد قوة أكتر من كده؟ وهل فعلا الغارة التالتة على جزيرة شيشو هتنجح أم لا بسبب تطور قوة النمل؟ منساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك.